بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هعمل معاكم النهارده بقى اكله جميله ومش مكلفه، مش هتعدي معاكي ال100 جنيه اقل كمان والله. حاجه جميله وبتبقى طعمها تحفه. اجنحه الدجاج، طاجن لسان عصفور باجنحه الدجاج، تحفه تحفه بجد. الطعم خرافه بقى. ونزل بقى البهاريز اللي في الأجنحة ديت نزلت في لسان عصفور، والله بجد ودته في حتة تانية. الطعم خطير ولا ريحته جايبة آخر الشير. جبت معانا بقى النهاردة طاجن. أنا عملت طاجنين، الطاجن البايركس ده والطاجن ده. كان مطلوب مني اوردر على السريع كده. واحدة حبيبتي قالت لي نفسي اكل طاجن لسان عصفور بالأجنحة من ايدك. قلت لها بس كده عينيا، بس اعمل لها هي بس واحنا لا طبعا لازم نعمل لينا كلنا. جبت معاه حوالي ربع كيلو من لسان العصفور للطاجن الواحد. حمرته، حطيت عليه معلقه سمنه حلوه كريستال محترمه كده، وحمرته كويس. وبعدين حطيته في الطاجن معايا. بعد ما حمرته قلبته، بحمره الاول على النار هاديه، وبعدين لحد ما ياخد سوا لون واحد زي ما حضراتكم شايفين، واحطه في الطاجن. قطعت عليه طماطمتين حلوين كده شرايح زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين قلبتهم في بعض كده. وحطيت بقى بعديها متبله الاجنحه معاكم. تبلتها التتبيله المعتاده بتاعتي، اللي هي طماطمايه على بصلايه كبيره، ملح وفلفل، ورق لوري، خلطه الفراخ المشويه. حطيت كل ده على بعض في الكبه وضربته، وبعدين تبلت فيه الاجنحه وعينتها شويه كده. بصراحه مصورتش الحته دي، بس انا عملتها معاكم كذا مره يعني. وتبلت وحطيت بس حبيت شويه لبن صغيرين جدا في التتبيله. حطيت الاجنحه دي بقالها حوالي 3 ساعات متبله، وبعدين جبتها كده زي ما انتوا شايفين، حطيتها على لسان العصفور بس مفيش اكتر من كده. هعمل تكه حلوه بقى بتخلي الفراخ في الشوي شكلها تحفه والطعم حكايه بصراحه. والله بجد انا بندم على كل مره ما عملتش الفراخ بالطريقه دي. وهي تكه كده، معلقه العسل، معلقه عسل النحل بتودي الفراخ في حته تانية مع التوابل. بجد بجد بتودي، بتنزل سكر ما شاء الله. الفراخ بتبقى خطيرة، جربيها. في الجوانح، في الفراخ، في اللحمة، معلقة العسل اللهم بارك تحفة. حطيت بقى معلقة سمنة بلدي كده للريحة الحلوة والطعم الحلو. تدي معانا تكة كده. كل ما تخدمي الحاجة حلوة كل ما تديكي ما شاء الله اللهم بارك طعم حكاية وشكل تحفة. حطيت بقى معاكم كده الطاجن ده بقى اللي انا هوديه لصاحبتي اللي هي طلبته مني، فقلت لها عينيا عيوني بس كده. دي حاجه بسيطه قوي اعملهولك وابعتهولك على عينيا. الطاجن ده بقى اللي انا هوديه لصاحبتي عملته معاكم زي ما حضراتكم شايفين. جبت طماطمية شيري كده لزوم التكات دي على الوش. لو مش عايزه تحطيها مفيش اي مشكله. يبقى التتبيله معايا بصلايه طماطمية وقرن فلفل حار حطيته انا. مش عايزه تحطيه مفيش اي مشكله. ورق لوري، فلفل اسود، ملح. وحطيت معاكم توابل الفراخ المشوية وبس كده. وتبلت فيها الفراخ بشوية لبن، بق لبن صغير جدا. وبعدين بعد ما تبلتها حطيتها بقى، حمرت لسان العصفور وقطعت عليه طماطمتين وقلبته في الطاجن، وحطيت عليه الطماطم والفراخ زي ما انتوا شايفين كده. اديت لها طبعا شوية شوربة كده، شقشاق شوربة او مية مفيش مشكلة، هينزل بهاريز كتير. لازم حوالي كوباية مية طبعا عشان لسان العصفور يستوي، لازم كده. انا ملحقتش اصور معاكم الطاجن دوت علشان بصراحة صاحبته بعد الاوردر ياخده، انا ما كنتش لسه يعني، يا دوبك كان لسه طالع من الفرن فما صورتوش. اديته لها بألف هنا وشفا، ويا رب يكون حلو وعجبها فعلا. ورحت جايه بقى على الطاجن التاني. عملت طبعا صينيه رز معمر كده ناكل بيه، مش هينفع لزوم لسان العصفور والطاجن الاجنحه ده. فطبعا زقيت اليوم مع الاجنحه بصينيه رز معمر حلو كده. شايفين ما شاء الله شكله تحفه يتاكل بصوا كده يعني. ويدفي بقى يا بنات في الشتاء ده اللهم بارك. هيدفي جدا في الشتاء ده، حلو قوي. الفراخ سخنه نار انا مش عارفه اقط نفسي بجد. هي مهريه، انتي لو مسكتيها كده بت يعني بتفتح ما شاء الله، مستويه زبده وطعمها وريحتها. والله والله انا عايزه اقول لكم ان من كتر ريحته تحفه. تحسي ان انتي عامله ديك رومي كده ولا حاجه. بجد ريحته غير الفراخ نفسها كمان خطير. بألف هنا وشفا. تحفه. يا رب يكون عجبكم. حاجه بسيطه وعلى قد الايد،
بكيلو جوانح هتعمليه.